تعالوا نشوف الحمار اللبناني شو حكى على السوريين باغنيته، يعني على اساس هو عم بيألف، مفكر حاله عم بيألف. تعالوا نشوف انا وانتو بعدين بنحكي. قولك رح يجي شي يوم نوع الصبح من النوم ونطلع على البلكون وما نلاقي سوري هون، ولا نسمع كلمة يا خيو ولا حتى كلمة شلون، وندرن علي لو رحلوا أنا لمشي بالكلسون. دا حلمنا طول عمرنا يحلوا عنينا عنينا عنينا. السوري في كل مكان عبى كل الأوطان، خرب على حاله العيشة وجاي يخرب لبنان. لا بسلمن ارتحنا منن ولا بحربن حتى كمان، يا ربي خدهم عنا وخلص شعب لبنان. دا حلمنا طول عمرنا يحلوا عنينا عنينا عنينا. شفتوا شو حكى الحمار اللبناني علينا؟ هو ايش فكر حاله عم بينتج غنية، بس ما له خبر الشعب لكم في المرصاد. تعال نرجع لعام 1980 يا ولاد الرقاصات. طب انا عايزك تسأل ابوك يا حمار، انا بديك تسأل ابوك يا بتاع ابليز. ابليز يا الله شو هيدا؟ روح طلعوا حالكم ان احنا ما بدكن ايانا ندخل عنكم، لان بتعرفوا بناتكم رقاصات وبيشتغلوا شغل تاني. ولا كلامي غلط يا حمار يا ابو عوينات يلي جنبك رقاصة بتصورك؟ بس انتوا ليه غيرانين منا؟ ليش شايلين همنا؟ طيق عليكم يا ولاد الكلب. شو قوية شو قوية الحكمة، أول مرة بسمعها بحياتي. عفرم عليك، أنت سمعانة بلا؟ بحياتي ما سمعتها، قوية كتير قوية يعني. ابو الحكم النحلاوي معكم في كل مكان.